فلو انت لسه مبتدئ وعمرك ما كتبت كود قبل كده فالفيديو ده معمول ليك. الاول قبل ما اكتب اي كود، قبل ما نعمل اي حاجه، لازم ننزل برنامج فيجوال ستوديو كود. ده البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه، والبرنامج ده هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف او في التعليقات تحت. تحمله وتثبته عندك في الجهاز عشان تبدا تشتغل عليه. بعد ما تحمل برنامج فيجوال ستوديو كود عندك على الجهاز تبدا انك تفتحه كده، هتحتاج قبل ما تكتب برضو اي كود وقبل ما تعمل اي حاجه انك تحمل اضافات هتساعدك في كتابه الكود وتسهلها عليك. والاضافات دي او البرامج دي اسمها اكستنشنز، ودي هتلاقيها على الشمال كده هنا. واول اضافه هتحتاجها جدا ودي اهم حاجه اسمها لايف سيرفر. هتكتب كده في السيرش لايف سيرفر وتبدا انك تحمله. طب ده بيعمل ايه او ده ايه فايدته؟ ده بيساعدك انه يشغل المتصفح على طول، وكمان اي تعديل في الكود هتلاقيه ظاهر على طول. الاختلاف الجديد بتاعه هتلاقيه على طول في الصفحه من غير ما تعمل ريفريش.